يا مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير وأهلا بيكم في قناة نيكست ويف وبرنامجكم رحلة إلى المجهول، ومعاكم مي خالد والشهرة نمنم. هنتكلم بقى النهاردة عن مقبرة ستول في كنساس في الولايات المتحدة الأمريكية. ويا ترى إيه اللي بيحصل في المقبرة دي؟ مقبرة ستول بتقع في لورنس في ولاية كنساس الأمريكية، وهي بتعتبر واحدة من أكتر المواقع إثارة للجدل والرعب في الولايات المتحدة، عشان بيدور حواليها كتير من الأساطير والقصص المخيفة. وده اللي خلاها محط اهتمام الباحثين عن الظواهر الخارقة واللي بيحبوا الرعب. وبيطلق بقى على المنطقة دي إنها منطقة ملعونة، وده بسبب الأحداث الغريبة والحوادث اللي حصلت فيها. في أوائل القرن العشرين بيتقال بقى إن في حادثة حصلت، إن كان في ولد اتحرق بالغلط لحد ما مات، وده كان عن طريق أبوه. وبعدها بسنين الحادثة التانية حصلت، ولقوا راجل ميت متعلق من شجرة. والحدثين حصلوا في نفس الطريق، والطريق ده بيعرف بطريق الشيطان، واللي كان بيظهر على الخرايط القديمة لستول. والطريق ده ما بقاش موجود دلوقتي على الخريطة. إن من فترة طويلة قالوا على ستول إنها مكان للوفيات الغامضة، وفي ناس بتقول إنهم اتعرضوا لترهيب جامد واترعبوا جدا من الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل في ستول. وفي ناس تانية بتتكلم عن حادثة غريبة جدا ومخيفة حصلت بالقرب من مقبرة ستول، وهي إن كان في ساحرة ماتت ولقوها معلقة من شجرة الصنوبر، وإن في صورة مظللة بتظهر في الأوقات المشرقة بس بالقرب من المقبرة. وفي عام 1998 الناس اتخلصوا من الشجرة دي وقطعوها لأنها ماتت في فصل الصيف، والتحقيقات قالت إن مفيش علاقة للصنوبر بالصحراء أو بالأسحار. إن مقبرة ستول كانت بتلقب ببوابة الجحيم، وفقا للأساطير بيتقال إنها كانت واحدة من 7 بوابات بتؤدي إلى الجحيم في العالم، وإن كان في سلم سري في المقبرة بيؤدي إلى بوابة الجحيم، وإنك كان صعب توصله عشان العشب كان مغطيه بالكامل. السلم ده ما كانش بيظهر إلا في أوقات معينة، واللي كان بينزل بقى من على السلم ده كان بيحس كأنه اتجر بسرعة وبقوة مجهولة. وفي أسطورة بتقول بقى إن الشيطان نفسه بيظهر في المقبرة دي مرتين كل سنة، في ليلة الهالوين 31 أكتوبر في يوم الاعتدال الربيعي، عشان يزور مراته الساحرة اللي بيتقال إنها اتدفنت هناك، وكمان اللي كان مخلف منها ولد، وكان الولد ده بيظهر في الغابة وبيتجسد على إنه ذئب. عشان كده بقى كان في سحرة كتير وناس بتيجي في الهالوين وبيتجمعوا حوالين الشجرة دي اللي جنب المقبرة. انهم اكتشفوا بقى كنيسة مهجورة قريبة من المقبرة كانت بتستخدم في طقوس سحرية شيطانية، وده قبل ما يهدموها في التسعينات. وبيتقال ان كتير بقى من الزوار بيأكدوا على انهم كانوا بيحسوا بطاقة غريبة وشريرة في المكان، انهم كانوا بيسمعوا اصوات غامضة ومخيفة. وكمان كانوا بيسمعوا صوت صريخ جاي من داخل القبور. بيتقال بقى ان الرياح كانت بتهب بطريقة مش طبيعية في المقبرة، حتى لما بيكون الجو هادي في الأماكن المحيطة من المقبرة. في السبعينيات بقى ترددت إشاعات إن المغني الشهير بوب ديلان ونجمة البوب مارلين مانسون زاروا المقبرة دي عشان كانوا بيدوروا عن مكان مثير وغامض عشان يلهموا. وآدم جون كتب في مقاله إن المكان على عتبة الجحيم، وبياخد 3 ساعات عشان توصله، لأنه بالفعل قام بزيارة المكان. كمان إن كان في حاجات غريبة بتحصل بالنسبة للعربيات، إن هي كانت بتختفي أو البطاريات بتاعتها كانت بتعطل فجأة من غير أي تفسير. وكمان بيقول إنك لو حبيت تزور المكان ده لازم تكون معرف واحد صاحبك من بره إنك داخل المكان ده، عشان لو حصل لك أي حاجة تقدر تستغيث بيه.
مقبرة ستول بقى بقت مشهورة جدا بالزوار اللي بيحبوا الظواهر الخارقة واللي بيدوروا عن المغامرات المرعبة. السكان المحليين بقى بينكروا كتير من الأساطير اللي بتتقال عن المقبرة، بس هم بيتجنبوا إنهم يزوروا المقبرة بالليل. المكان دلوقتي بقى محاط بإجراءات أمنية مشددة جدا عشان يمنعوا الفضوليين والمغامرين من الدخول بالليل، وده طبعا بسبب الحوادث اللي حصلت قبل كده وبسبب محاولات التسلل المتكررة من الناس. على الرغم ان المقبرة مجرد اسطورة، الا ان في كتير من الباحثين عن الظواهر الخارقة بيعتقدوا ان المكان مسكون، لكن البعض الاخر بقى بيشوف انها مجرد اشاعات مبالغ فيها. وكمان المقبرة ظهرت في كتير من الكتب والافلام والوثائقيات المتعلقة بالظواهر الخارقة. تفتكروا بقى هل المكان مسكون فعلا بسبب الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل فيه، ولا دي كلها مجرد اشاعات؟ وهل عندكم الشجاعة انكم تزوروا مكان زي ده ولا لا؟ يا رب يكون موضوع النهاردة عجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتصبحوا على ألف خير.